وانا بس طالع اللايف ده عشان اطمنكم على طفل الليمون، اشهر طفل في مصر دلوقتي اللي يعني عمل مشاكل جامده. عمل مشاكل ليه يا استاذ احمد؟ ولا اسلام بقى ولا اللالي ولا اقول لك ايه ولا ايه؟ ها؟ دلوقتي انا عايزه بس يعني طبعا كله يطمئن عليه ان شاء الله ان كله هيبقى تمام. الناس اللي متابعه القصه احكي لنا انت قصه ايه اللي حصل بالظبط اليوم بقى بتاع ماستر ده، بدأ معاك ازاي يا استاذ؟ مفيش حاجة. انا جايبك عشان مفيش حاجه. قول ايه اللي حصل بالظبط. ما حصلش حاجة. يوميها يعني انت كنت رايح بتعمل ايه؟ وقول احكي لي كده. يوم ايه؟ يوم ما اتقابلت انا وسيادتك يعني. كنت ببيع الليمون. كنت بتبيع الليمون. تمام. وبعدين خلصت وروحت. خلصت وروحت. طب وما رضيتش تاخد ساعتها فلوس ليه؟ يعني انت يعني غني قوي يعني مش فارق معاك حاجه يعني؟ لا. امال ايه؟ ما باخدش من حد حاجة. مين اللي علمك كده؟ متعلم ما باخدش حاجة من حد. ايوه ليه يعني؟ افرض حد عايز يديك حاجه ما تاخد، ايه المشكله يعني؟ كده ما باخدش حاجة من حد. جدع يا احمد، برافو. يعني انت دلوقتي اي حد بيعرض عليك حاجه بتبيع الليمون وبس. صح كده؟ طيب انا اللي عرفته يا احمد وعايز اوضحه للناس ان انت والدك ووالدتك هم فهموهم ان هم متوفيين، صح كده؟ انت فاكرهم ميتين هم الاثنين. صح كده؟ طيب وانت دلوقتي بتخلي بالك من ستك او من جدتك، الست الكبيره في السن، صح؟ طيب في عروض ناس كتير بتحبك وعايزه يعني تساعد معاك ان انت تخش مدرسه. انت عايز تخش مدرسه؟ نفسك ولا كده وبتريحني وخلاص؟ لا. احنا ماشيين تمام كده؟ لا. يعني انت نفسك تخش مدرسه. طيب مشكلتك ان انت مرتبط بجدتك وعايزها معاك، صح كده؟ مش عايزة اسيبها. مش عايز تسيبها. يعني يا تدخل مدرسه في مركز بدر وتفضل معاها، يا اما تروح القاهره وتاخدها معاك، صح كده؟ صح ولا غلط؟ مالك مكسوف؟ ما انت كنت زي القرد قبل التصوير. ما انا وايه الشياكه والحلاوه دي؟ ها؟ ده حلاوتي حبيبي. طيب يا جماعه برضو عشان الاعتذار امانه، انا امبارح في اللايف بتاع امبارح قلت ان في معلومات ان جدته او ان اهله، قلت كلمه هنجره، فطبعا انا بعتذر عن هذه الكلمه لو هي زعلتهم، لان ده كان كلام بعض الاهالي قالوه في البلد نفسها وحتى الان لم يثبت صحته. جدته ست فاضله ومحترمه ومربياه، وواضح التربيه في احمد او في اسلام انه متربي كويس، بدليل انه رفض يشحت. فهي لو ست فعلا بتخليهم يشحتوا زي ما الناس قالت، كان اولى هو يبقى متربي بالطريقه دي. فطبعا انتوا عارفين في مصر ممكن يكون في ناس عايزه توصل حاجه او متحمسه زياده، لكن هي الست ربته تربيه في حدود امكانياتها. ما دخلش مدرسه لان يمكن في ثقافه مختلفه عند المناطق اللي هي جايه، مثلا منطقه بدو او عرب، مش مهم قوي التعليم. بدو وعرب. لا معلش، بدو وعرب. لا بس هو بدو اسماعيليه يمكن غير الجنب ده هنا شويه يعني. تمام. فانا يعني انا بعتذر لو الكلمه دي زعلتها، طبعا على راسنا من فوق ست كبيره. ولو عايزه تتصور اتفضل الحاجه سعيده، تعالي يا حاجه سعيده جنبي هنا. احمد بيه الشاي؟ ولا ما تخلص؟ لا لما نخلص لما نخلص احسن. انا ما خلص رمضان. شيل يا رمضان ما تخلص. دي اديني بس الموبايل الاول ثانيه واحده كده. انا الاول بس عايز اشكر جماعه، انا عايز اشكر الناس الطيبين الكرماء، الاستاذ ربيع سعيد اللي استضافنا في مكتبه وكرم ضيافه كبير. الجماعه صراحه اهالي مركز بدر، الله يخليك. الحاج مسعود خليل، الاستاذ الحاج فايز الصبيحي اللي انا يعني مشحططه معايا بقاله 3 4 ايام، واشكر كل الحاجه سعيده. قولي لي يا حاجه. نشكر الاستاذ احمد. لا انا مش عايز تشكريني، انا عايزك تحكي لي قصه احمد. ايه الموضوع؟ بدا ازاي معاكي؟ ابوه وامه فين؟ عشان انا عايز كل حاجه تبقى واضحه عشان الناس اللي تساعد تبقى عارفه القصه بدات ازاي. احمد امه رمته وهو عنده 8 اشهر، وانا خدته ربيته، وابوه محبوس في السجن. طيب نرجع قبل كده، هو عنده اخ من الام، صح؟ يعني امه اتجوزت الاول قبل ابوه، بعد كده اتجوزت ابوه، بعد كده اتجوزت واحد جديد، صح كده؟ تمام. لما خلفته عنده 7 8 شهور سابته ومشيت. والتاني برضه ابوه رماه قدام البيت. حسام الكبير. اللي هو حسام الكبير. ابوه سابه قدام البيت ومشي. وناس تشهد على كده. وانت ربيتي حسام؟ وانا ربيت حسام وجوزته. وجوزتيه. وبعد كده خد مراته وفتنه ومشى. سابك ومشي. وبعد كده ام احمد او ام اسلام كده بقى هو صغير وربيته برضه 7 8 شهور. ربيتيه ليه ما راحش؟ اصل الناس بتسال ليه ما راحش مدرسه.
هو ما راحش يعني، انا هوديه وهو مش عايز يروح. ولا انتوا في البيت عندكم مثلا موضوع المدرسه ده مش مهم قوي يعني، او لا مش مهم حاجه. مش مهم عندكم؟ طيب هو بيشتغل او بقاله كام سنه بيشتغل في الليمون؟ بقوله كم ليه زي سنتين بس بيشتغل. من هو عنده 10 سنين مثلا؟ طب انت اللي مشغلاه ولا هو اللي غاوي يشتغل؟ لا والله هو اللي غاوي يشتغل، بقول انا هقعد كده اوطل، لا انا هتعلم لي شغلانه. تمام. بيشتغل ازاي بقى؟ بيعمل ايه بالظبط؟ انت احكي لي كده يومه بيشتغل ازاي؟ بيشتري ليمون ويبيعه. هو اللي بيشتري ولا انت بتجيبيه وتقول لي خد بيعه؟ لا احنا اللي بنجيب الليمون ونشبك له وتعبيه في الشبك ويطلع يبيعه. ويطلع يبيع. حد تاني من احفادك بيشتغل الشغلانه دي؟ عندك احفاد ايه تانيين؟ ناس كتيره بتشتغل. لا انت عيلتك عندك احفاد ايه تانيين؟ خاله برضه بيشتغل في الليمون. في الليمون. وانت والاحفاد؟ انا ما بشتغلش، ما بروحش اشتغل. انت قاعده في البيت. طيب في ناس قالوا ان انت ست مقتدره وعندك مزرعه مانجا في الاسماعيليه وعندك عربيه نص نقل وتمام قوي. انت مش معنى كده ان دي حاجه وحشه، بس انت قولي لي الحقيقه ايه؟ انا ما حديش الا العربيه. بتعملي بيها ايه العربيه، او جايباها لايه العربيه؟ العربيه بتوديني مشوار كده كده، عايزه الدكتور اروح، عايزه اروح لبنت في اسماعيليه بروح لها بس. تمام. دخلك منين؟ انت عايشه منين اصلا، او الدخل الاساسي اللي معتمد عليه منين؟ هو على الليمون ده. يعني هو الواد ده بيصرف على البيت بس. وهو بيشتغل وبيجيب لك اللي بيكسبه وتصرفيه على البيت بس. انت قاعده هنا في بيت ايجار؟ قاعدين في بيت ايجار. بكام في الشهر؟ ب 400 جنيه. يعني قصه 400 جنيه دي حقيقيه؟ والله. تمام. واحمد بيجيب لك كل يوم اللي بيكسبه ولا باخر الشهر هو اللي بيدفع الايجار؟ لا بيدينا اللي هو بيكسبه بنصرف، واللي بيفيض بنشيله. وتدفعوا منه الايجار وتصرفوا منه الايجار ونصرف. طيب انا دلوقتي سالتك، تعالى بقى يا احمد اقعد مع ستك هنا الناحيه دي جنبها في حضنها كده. طيب انا عشان دلوقتي في امانه ان الناس عايزه، ناس كتير عايزه تعلم احمد تعليم كويس ويدخلوه مدرسه وجامعه ويتعلم كويس، وانت بتقولي ما اقدرش ابعد عنه وهو بيقول ما اقدرش يبعد عنك. هل انت موافقه تروحي مع احمد في اي حته لو هيتعلم كويس؟ طب ما كان اللي عايز يدخله المدرسه هنا يدخله مدرسه هنا، ونتأجر لنا بيت هنا في مركز بدر ونقعد فيه. طيب ما هو برضه المدرسه هنا مش هتبقى زي المدرسه في القاهره او في اسكندريه. انت مصممه تقعدي هنا ولا ممكن تروحي معاه في اي حته؟ لو في اسكندريه في المدارس طبعا في يعني اسكندريه، امال احنا هتودي هنعرف المدرسة. كتاب انت تغلطي في اسكندريه حتى بلدك. ها تروح يا نروح. طيب يا احمد يا اسلام يا للي، ايه حكايه الللي دي كمان؟ ده اسم شهرة بقى للي. ها؟ للي. هم بيدلقوا فيه بكل اسم بيه. مين اللي سماك للي؟ ست. انا عارف. ست انت اللي مسميها للي؟ شفت يا عم ايه اللي مدلعاك اهو يا عم، هو مدلعاك اهو يا عم، امال في ايه بس؟ طيب وانت بقى قول لي، ما تقدرش تبعد عن جدتك؟ طب تعالى بس قرب كده. يعني انا لو وديتك مدرسه اجنبي وتمام واشتركت في نادي ولعبت كوره وبتاع، لازم يا عمي لو جبت لي الحته دي كلها فلوس. لو جبت لك كل الدنيا كلها عايز جدتك معاك، هي حنينه عليك يعني؟ احنا يلنا علي. وانت اللي بتكسبه بتديهولها. صح كده؟ طيب يعني خلينا برضه عشان نوضح للناس الاتفاق ان انت موافقه انك تروحي معاه في اي حته لو بس انا بقول لك اهو مش هتاخدي فلوس في ايدك حاجه غير انا عارف انك زي الفل يا ست الكل والله، انا بوضح لك بس كلام الناس ان هم هيفتكروا ان انت هتستفيدي. انت مش فارق معاكي حاجه صح كده؟ انا مش عايزه فلوس. مش عايزه فلوس. بس عايزه تبقي مع حفيدك يخلي باله منك وتخلي بالك منك. صح كده؟ صح. اتفاق اخير؟ اخير. تعالى يا احمد جنبي تاني. فين؟ تعالى هنا يا استاذ اقعد هنا. انت مسخب بقيت مشهور محدش عارف يكلمك. لا الوقت نمرض يا الزحمه على فكره. خلاص ما اتعوج عليكم في البلد هنا ولا لمح كده بقى. محدش يعرف. ماشي انت عامل فيها معلم هنا. ده كله هنا عايز يبقى بتاع ليمون. لا يوقف شعرياته بقى. سمعت انت موضوع طفل الليمون ده ولا لا؟ شفت الفيديو بتاعنا وانت ولا لا؟ وخلتني مشهور انا، وانا كل ما اعدي في حته يقولوا لي مش انت صاحب احمد طفل الليمون؟ طب الحادثه دي حصلت من ايه بقى؟ قول لي الحكايه. من زمان. ايه اللي حصل؟ انت تفتكرها ولا لا؟ لا. ما تفتكر ايه الحادثه دي يا حاجه؟ ازاي ما تفتكرهاش؟ دي عم نول دي. ده هو حسام اللي عاملها لي. عمل لك ايه يا حسام؟ وانا ببيع الليمون برضه راح الاتوبيس خبط.
خبطك اتوبيس وانت بتبيع ليمون؟ كان عندك كام سنه تفتكر؟ منور الخطه دي، منور السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان بيبيع ليمون واتخبط. كان بيبيع ليمون وخبط. طب حسام بقى ده بصراحه اخوك كبير المفروض ما بيصرفش عليه خالص؟ ولا دواء ابني ما خدوش منه. ما بيصرفش عليه جنيه لا خالص. ولا حسام ده بيديكي حاجه؟ ولا حسام بيدينا حاجه. طب هو ليه احمد فاكر ان ولاد حسام دول اخواته؟ يعني ليه بيقول ان عندي اخوات صغيرين؟ احنا قلنا له دول اعتبرهم اخوات. يعني عيال اخوك عيال تعتبرهم اخوات. تمام. عشان ما يضربهمش ويزعل لك. فهو فاكرهم انت فاكر دول اخواتك مش ولاد اخوك صح كده؟ وبتعمل لهم ايه بقى؟ حنين عليهم ولا لا؟ ما حنين عليهم. بتعمل لهم ايه يعني؟ ما بعمل لهمش حاجه. سيب ده دلوقتي، خلينا احنا في التلفزيون دلوقتي. قول لي بتعمل لهم ايه؟ زي القرش اللي بيبقى معاه بيديه لهم. اي فلوس بيكسبها بيديها لاولاد اخوه. بيديهم، انما هو لو يعوز منهم حاجه ما يدوش. يعني هو لو عايز من حسام حاجه ما يديلوش. لا. لكن هو لو معاه فلوس يدي حسام اخوه الكبير ويدي ولاد يدي اخوه. العيال. احنا لما رحنا والعيل ضرب العيال هو يعيط عشانه. حنين على ولاد فكرهم اخوه. انهم اخوات. وانت فاكر ان هم اخوات. صح كده؟ جدع والله. طيب دلوقتي احنا هنظبط الدنيا اليومين دول وهنشوف موضوع المدرسه. هنفكر برضو في موضوع مدرسه في البلد ولا مدرسه في القاهره. والبيت اللي في البلد هنا يا حاجه، انتوا ايه قصه البيت اللي انتوا قاعدين فيه ده اللي انتوا فيه دلوقتي اللي صورنا فيه؟ ده احنا واخدينهم بالاجار. بالاجار. بتاع اخوه. مأجراه. وساعات ما بيرضاش ياخد منا الاجار. باللي هو ب 400 جنيه في الشهر. وما عندكيش بيت تاني؟ لا. طيب البيت ده من غير سقف، هل فين الحاج مسعود؟ حاج مسعود ده بيتك يا حاج مسعود وانت مأجره لهم صح؟ ايوه. طب ما تسقفش ليه؟ هل مثلا ظروف ولا انت سايبه كده ولا ايه؟ طبعا هو مساحه وانا شايفين الحاج مسعود. ها فانا عمل معرشه كده ليهم يعني. يعني التسليكه اللي محطوطه فوق دي او الخشب ده مؤقتا ولا انت مش ناوي تصب ولا ايه قصته؟ شويه كده لما ربنا يفرجها. طيب وانتوا البيت ده في الشتاء بتعملوا فيه ايه بقى؟ والله بيغرقنا ميه. ايه اللي بيحصل في الشتاء؟ متى ما اشيل ورد. تشيل وترمي ايه؟ مي. من الشتاء بتخش من السقف. بنحط الحلل والخطوط ونرص الحاجه عشان الميه ما تغسلش عليها. في الشتاء. ما هو معروفش بصفيه. ولما اخذ الصبيح بيردوه ودي عليه اشلوخ. لما بتيجي الدنيا بتشتي بيجي حاطين طشت الحلل للصحون على الحته اللي بترجع. طب انت ليه ما فكرتيش تبلاها عربيه وتجيبي بيت مثلا او يبقى في بيت احسن؟ ولا انت عندك بيت في الاسماعيليه؟ ما عندكيش بيت في الاسماعيليه؟ لا لنا بيت في الاسماعيليه. ليه ما تقعديش فيه؟ احنا بقى حبينا وجينا هنا. قلنا هنقعد هنا ولما نزهق نروح هنا. وبقالك كام سنه هنا؟ احنا لنا حركه 5 سنين هنا. 5 سنين جيتوا هنا من 5 سنين. بتروحي الاسماعيليه تزوري بنتك وتيجي؟ بس كده. طيب انت عايز تقعد هنا ولا تروح القاهره؟ هي تيجي معايا تقعد هنا اقعد معاها. القاهره فيها حاجات حلوه وفيها ان شاء الله تكون كلها فلوس. ما يهمكش. معوج انت يا استاذ. لا مش معقول. خلاص ما ايه لبس بس؟ جديد بقى أنا بسيب ست. ما تسيبش ستك يعني. انت بتعمل لها، هي بتقول يا حاجه ان هو بيصحى بالليل يناول، يعني هو بيعمل لك ايه؟ عايش معاكي بيعمل ايه بالظبط؟ والله انا ببقى راكده بالليل وهو اللي يقوم صحيه واللي يقوم يحمل الدين الحاجه دي يعني يقوم يناولها. ما يزعلكيش ابدا. لا لو هو نايم فعلا ما بيقوم لي. حنين عليكي يعني. والله لان هو لما رحت امبارح في النيابه فضلت اعيط واجري على السكه عشان اروح ليه ما عرفتش اروح ليه. وحنين على جده برضه. وعلى جده وعلى يا استاذ عند الاستاذ ربيع الجبران. اخر كلام، انت عايز تبقى معاه في اي حته صح؟ ماشي. طب انا عايزك تطمن بس جمهورك الكثير في الوطن العربي. قرب لنا بقى الكاميرا كده. كويس. طمن بس الناس، احكي لهم انت عامل ايه، انت كويس وتمام. يلا. ايه؟ كويس وتمام وحلو. نفسك في ايه بقى؟ انت المره اللي فاتت قلت لي انا ما بحلمش بحاجه، لا دلوقتي لازم تقول لي تبقى عارف انت عايز تبقى ايه، نفسك تبقى ايه؟ مش نفسي في حاجه. لا مفيش حد مش نفسه في حاجه، لازم يبقى نفسك في حاجه. لا. يعني نفسك تروح مدرسه، نفسك تلعب كوره في نادي. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟
اهلاوي. طب قوم بقى من جنبي خالص ماسكين عشان انا ها كفايه كاس احنا لسه افريقيا اللي فايزين ضاع ده. لسه فايزين ها الكاس. كفايه كاس افريقيا اللي راح. انت اهلاوي؟ طيب ايه رايك هتروح في القاهره وتخش مدرسه وتلعب في نادي وتروح تلعب كوره؟ خليك قاعد خليك قاعد يا حاج، خليك قاعد. تعالي يا حاجه اقعدي يا حاج، خشي قربي هناك لسه. قربي هناك. المهم انك تبقى معاها صح كده؟ طيب في اسئله الناس بتسالها وعايزك تجاوب عليها بمنتهى الصراحه. ركز بقى معايا عشان دخلنا في الجد. انت دلوقتي قلت ان انت يتيم وعرفنا دي ان هم مفهمينك كده، ماشي؟ طيب وقلت ان عندك اخ واخت بتصرف عليهم وطلع ده حقيقي، انت فعلا بتصرف عليهم وبتديهم فلوس، بس هم اولاد اخوك ومفهمينك ان هم اخواتك صح كده؟ طيب ليه ما قلتليش انك عايش مع جدتك؟ وليه قلت انك عايش معاهم لوحدك؟ بصراحة اتكلم بصراحه يا احمد، اتكلم بصراحه، قول لي رد على الاستاذ هل احمد. انت حد قال لك مثلا لو قلت كده دي احسن مثلا في انك تبيع احسن او تصعب على الناس او يعني قول لي بصراحة شديد ليه ما قلتش ان جدتك عايشة وموجودة؟ تعالى كده، ها تعالى كده، تعالى جنبي، تعالى جنبي. قول لي ايه؟ ليه ما قلتش ان انت قاعد مع جدتك؟ بتصور. معرفش بقى. خفت يعني ولا يعني هل انت قلت لي كده عشان حاجة ولا ارتبكت مثلا ساعتها وخفت ولا ايه؟ ها خفت عشان انت كنت بتصور. انت كنت مرتبك عشان انا بصور. طيب بص يا احمد، انا عجبني جدا جدا ان انت ما رضيتش تاخد فلوس وان انت بتاع شغل وان انت بتصرف على اولاد اخوك وبتديهم اللي بتكسبه وانك حنين على جدك وجدتك وبتدي لهم، بس لازم دايما خليك تقول الحقيقه في اي حاجه صح كده؟ يعني انا الجدعنه دي هي اللي هتخليني اسامحك في الحته اللي هي ايه اللي انا بقول لك عليها دي، ماشي؟ خلاص انا بس عايزك تطمن بقى حبايبك وتقول لهم ان شاء الله انت عايز تخش مدرسه ولا لا؟ بجد ولا وهتلعب وتهرب؟ بجد. يعني انت لما كنت بتشوف صحابك في البلد هنا وهم خارجين من المدرسه كنت بتحس بايه؟ ما بحسش بحاجة. يعني نفسك تبقى زيهم ولا لا؟ نفسي ابقى زيهم واخش المدرسة. ليه؟ تسمع يعني المدرسه دي عشان يبقى نفسك تخشها؟ نتعلم وابقى زي الدكتور كده. يعني نفسك تبقى دكتور؟ يا رب ان شاء الله. ينفع مهندس ولا لازم دكتور؟ اي حاجة. هو بيعنا وتعمل ليه؟ ايه المشكله تعمل مزرعه ليمون؟ ايه المشكله؟ الليمون هيبقى وراك هيبقى وراك الليمون في اي حاجه. هيطلع المهندس مع المهندس سامح بقى مثلا مثلا ما اولاد المهندس سامح يا جماعه والنبي لقطه هنا. المهندس سامح الراجل ده تعب معايا جدا وجه زيارات كتير وبشكره شكرا جزيلا. صديقي الحاج فايز تعب معايا كتير جدا جدا وعمل مجهود كبير، وان شاء الله هنا بقى بطمنكم هنشتغل بقى على موضوع المدرسه. طب الراجل المحامي بتاعه ما تعبش؟ ده احلى محامي. بص هادي لقطه بقى هنا. ربنا يبارك في خش حضرتك. جنبه. استاذ ربيع سعيد بجد بشكره على حسن الضيافه. تعالى جنبي بقى كده. وراجل بيت كرم وشايلنا صراحه. خد يا حس وشعور لا تعالى هنا عظيم هات وفعلا التليفون اللي اثر هناك في ده. قلوب الناس كلها التليفون اللي ورا. بلقطته ورحمه قلبه. ويا رب الرحمه دي تكون في قلوب كل الناس مش كل الاعلاميين بس. بصراحه يعني اسعدنا ولقائه البسيط مع احمد بتاع الليمون ده اثر في ناس كتير وحرك عواطف ناس كتير، والناس كتير اللي قلوبها جامده حنت على الراجل ده. وفي ملايين من احمد. يا ريت كل الناس تحس بالناس الغلابه عشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا في الارض وفي السماء يرحمنا في السماء كما المحامي كما محامي يترحم. برضه. المحامي ربنا محامي يخليك. برضه. الله عليك على فكره الزعل. مرافقه والله يبارك عليك حاجه فاتت. الله يخليك. شاكرين يا استاذ احمد. الله يخليك تسلم. شكرا. يا استاذ يا استاذنا تعالى بس نشوف فين الكاميرا. خلاص انا بطمن جمهور طفل الليمون انا وصديقي اهو احمد كله تمام وانا بقى عايز اقول كلمه اخيره. خلاص قلنا بقى كله على الحق. ماشي يا جماعه كلمه اخيره. حاجه سعيده حقها عليا لو الكلمه بتاعت الهنجره زعلتها. طبعا هي مش هنجره، ست عربيه ومحترمه على راسنا من فوق. كفايه ان رب احمد وكفايه انها رب احمد على يمدش عزه إيده النفس وياخد وانه حاجة ما من يشحتش ولا يمد ايده وانه يبيع بالحلال. فدي حاجه نشكرها عليها. وخدته لحمه حمراء زي ما بنقول يعني بالبلدي كده وعنده 7 8 شهور.
وبقى يعني حبيب الناس كلها كده. وكلمة أخيرة وقلتها قبل كده، ربنا ما بيعملش يعني، او عفوا ما فيش حاجة بتحصل غير ومخطط ومقدر لها. ان انا اقابل الواد اللي زي العسل ده ونبقى اصحاب بالصدفة وان الدنيا كلها تتقلب عشانه، فده معناه ان الراجل ده ان شاء الله هيبقى ليه شأن كبير وهيبقى حاجة كبيرة قوي. ناوي تبقى حاجة كبيرة ولا لا؟ ناوي تخش مدرسة؟ قول ان شاء الله. تبقى زملكاوي؟ قول ان شاء الله. لا اهلاوي. هتفضل برضه اهلاوي؟ مفيش فايدة؟ ايوه اهلاوي. ماشي. طب ما نقول اتحداوي. لا ما هو ممكن حل وسط. اشكركم شكرا جزيلا، وبكرر شكري للناس كلها الموجوده هنا، ناس ولاد البلد الجدعان اللي رحبوا بينا وشالونا، واشكركم شكرا جزيلا. وان شاء الله انا حبيت بس الموضوع يبقى يعني لايف عشان تشوفوا بنفسكم. واحمد وحاجه سعيده وحاجه مسعود، فين حاجه مسعود؟ مسعود واستاذ ربيع، ارجوك لو في اي برامج تلفزيونيه عايزه تستغل الموضوع وتعمل وتطلعه ويتكلم، انا اللي بقول لك بلاش، لان هو مش هيستفيد اي حاجه غير ان الموضوع هيفرقع وينام بعد كده من غير اي مصلحه. انت معايا في الكلام ده ولا عندك راي تاني؟ انا بس عايز اقول لحضرتك ان احمد اتغير النهارده، ما بقاش بتاع الليمون. امال بقى ايه النهارده؟ ما اعرفش. احمد الاخضر. ده كله عايز يبقى بتاع الليمون. احمد الاخضر اهو. ده الناس كلها عايزه، ده انا عايز ابقى بتاع الليمون بقى. حضراتكم دلوقتي برضه الحاجات دي هدايا الاستاذ احمد سالم اللي جابها لاحمد. يا عم انت على الشياكه يا عم، قاعد متفشخ عليها ليه بس؟ في ايه؟ برضه عشان حاجات تبقى انت كله شايفها برضه. ربنا يبارك لك يا استاذ احمد. حبيبي ربنا يخليك، تسلم الله يخليك، مشكور. استاذه نضال. والله يا جماعه انا عايز بس اقدم لكم نضال. نضال هي يمنيه انجليزيه، والله العظيم بعتت لي على الفيسبوك وهي كانت منهاره وزعلانه جدا على موقف احمد، جايه من القاهره مخصوص وجايبه هدايا كتير لاحمد، وفوجئت انها جت مركز بدر ويعني عامله مجهود كبير، فبرضه عايز اشكرها وربنا يجعله ميزان حسناتك يا رب ان شاء الله. كلمه اخيره للناس الطيبين، حبيبي ربنا يخليك. ها وطبق اهو نضاره الشمس كمان يا عم، خلاص يا عم خلاص.